أشياء كنت أحسبها مجانا أو مجانية بدون فلوس، لكن اكتشفت إنها بفلوس. أول ما استقريت في البلد هذه كانت بالنسبة لي من أهم الصدمات. إذا حابين تعرفوا إيش هذه الأشياء كملوا معي لنهاية الفيديو. وآخر شيء راح يصدمكم، وهذا الشيء متعارف عليه ومتداول في أفريقيا كلها، خليكم معي. مرحبا أصدقائي، أتمنى تكونوا بألف خير. معكم هنا من قناة منى كورنر. في هذه القناة بشارككم تجربتي واستكشافي البلدي، فإذا أنتم حابين هذا المحتوى اشتركوا معي في القناة، ولا تنسوا تفعلوا الاشتراك وتعطوا لايك للفيديو وتشاركوا المحتوى مع أحد ممكن يستفيد منه. طبعا الغرض من الفيديو أي أحد يكون جاي على البلد يحسب حسابه ويعمل في ميزانيته، يعني إنه في بعض الأشياء، يعني أنا أعرف الناس أول ما يجوا حيحسبوا ميزانية الأكل والشرب وما إلى ذلك. في بعض الأشياء الصغيرة هذه الواحد ما يكون حاسب حسابها، وهذا اللي صار معي، فأنا بشارك معاكم هذه الأشياء. أول شيء اكتشفت إنه بفلوس وباشتراك برسوم، ما هو مجاني، اللي هو قنوات التلفزيون. قنوات التلفزيون أنا كنت أحسب يعني خلاص الواحد إذا اشترى دش رسيفر وهذا الكلام خلاص راح يشتغل، لا، طلع إنه لازم في اشتراك للقنوات. بتكلم عن القنوات العادية اللي إحنا كنا نعرفها، الانبيسيهات، قنوات الأطفال ما إلى ذلك. طبعا هذه القنوات بتيجي مجموعة مع قنوات ثانية اللي هي القنوات الصومالية الإخبارية أو القنوات الصومالية اللي الترفيهية، واللي عادة أصلا هي كانت باشتراك من إحنا كنا في السعودية. بس أنا ما كنت أحسب إنه لازم يعني إنه هذه القنوات اللي باشتراك راح تنضم لها القنوات المجانية العادية اللي أنا أعرفها. فيعني هذا الشيء من الأشياء خاصة العوائل اللي عندهم أطفال. هذا شيء مهم، لانه يعني احنا دائما بنشغل التلفزيون للاطفال، قنوات طيور الجنه ويعني القنوات العاديه، او احنا الكبار احيانا نتفرج على القنوات العاديه الام بي سيات. فهذه الاشياء تجي باشتراك مع قنوات ثانيه، فاي احد يكون جاي البلد يكون عارف انه هذه القنوات تكون باشتراك كيبل، اشتراكها ما بين 6 ل 8 دولار تقريبا. طبعا انا المشكله هذه حليتها بانه لما جبت باقه انترنت، الشركات مؤخرا صارت تعمل باقات الانترنت الواي فاي حق البيت يجي معاه قنوات مجانيه، فهذه واحده من الحلول. الحل الثاني انه تاخذوا معاكم او اول ما تشتروا الشاشه تكون شاشه سمارت، فلما تجيبوا واي فاي حتقدروا تفتحوا للعيال قنوات اليوتيوب. وان كان قناه اليوتيوب مو زي قنوات التلفزيون العاديه الصراحه، انا احس قنوات زي سويستون وهذه الاشياء مختلفه كثير عن قنوات اليوتيوب، فلكن هذه واحدة من الحلول. فأول شيء اللي هو قنوات التلفزيون ما هي مجانية لكنها برسوم. الشيء الثاني اللي كنت أحسب إنه مجاني لكن طلع له رسوم اللي هو الحدائق أو المنتزهات. طبعا أي أحد عنده أطفال حيكون في يعني من ضمن المخططات إنه دائما الأطفال بين كل فترة وفترة نوديهم الحديقة. فأنا كنت أحسبه إنه الحديقة الدخول فيها مجاني لكن الألعاب بفلوس، لكن طلع العكس، الدخول للحديقة برسوم تقريبا 2 دولار للفرد، لكن الألعاب جوا في بعضها مجاني وفي بعضها بفلوس. فغالبا أحيانا يعني الكبار غالبا ما حيلعبوا الألعاب، حيكون قاعدين على الحدائق في الحدائق يعني، لكن إذا بتروحوا الحدائق لازم تحطوا في بالكم الدخول برسوم. نتمنى انه يكون في حدائق مجانيه من غير رسوم. انا كنت سامع انه في مشروع حديقه كبير حيعملوه قريب، الدوله راح تعمله، بيكون حديقه مجانيه الدخول فيها من غير رسوم. هذا شيء جدا مبشر. هذه واحده من الاشياء اللي فعلا افتقدتها لما انا كنت في السعوديه. احيانا كنا بس نروح حديقه ناخذ معنا سجادة وخلاص، يعني العيال يمشوا يجروا بالكورة وهذا، لكن الآن هنا الدخول الحدائق بفلوس. أهم الحدائق اللي أنا دائما أروحها في فيديو أنا سويته في اللي هو الأماكن اللي تقضيها في العيد مع عائلتك، في أهم الحدائق والأماكن اللي أنا باخذ لها الأطفال. إذا حابين تطلعوا على هذا الفيديو حتلاقوه في قائمة التشغيل اللي ححط رابطها تحت في الفيديو. ثالث شيء اللي طلع برسوم وما هو مجاني، وهو إذا أنتوا رحتوا بتدوروا على بيت مثلا حتلاقوا ممكن أحد يفزع لكم، يعطيكم أفكار أو يعطيكم شقق، أرقام شقق، أو يدلكم على مكان. هذا الشخص هو الدلال، فلا تغلطوا غلطة تتحسبوا هذه خدمة لله، لا، هي خدمة ويحسب عليها بفلوس. فالدلال هذا مثلا اذا انتم كنتوا واقفين في مكان يعني مثلا رحتوا حي يعني وبتدوروا يعني بيت وزي كذا، راح يفزع لكم واحد، فهذا الواحد اللي راح يعطيكم
ارقام تلفونات او يوديكم بيوت، هذا طبعا الدولار، فاكيد لازم تحسبوا له حسبه او تحطوا في بالكم وقته بفلوس. نفس الشيء اللي هو فعلا صدمني، انا ما كنت احسبه بفلوس، كنت احسبه بشيء بديهي اللي هو تجميع القمامه او اكرمكم الله الزباله حقت البيت. الزباله حقت البيت اكرمكم الله، يعني إذا كنتوا ساكنين في عمارة حيكون في مثل مكان مخصص، البواب بيعطيكم مثلا يعني يعطيكم مثلا في أول عمارة أنا سكنت فيها كان في بيعطونا الأكياس وهذا، لكن إزالة القمامة أو الزبالة حقت البيت أكرمكم الله بفلوس. في سيارات بتكون لها وظيفة اللي هو تجميع القمامة حقت الحي. احيانا كل عماره بيكون لها نظام، في بعض العماير يكون في مكان مخصص فيها سله القمامه الكبيره، او في بعض البيوت اللي انا سكنتها كان في كل دور سله، يعني اللي هو الكبير، البن الكبير، فعلى حسب. لكن في كل الاحوال حتى اذا انتم سكنتوا في بيت ارضي حيكون في سياره شاحنة لتجميع القمامة، هذه الشاحنة شهريا بفلوس من ما بين 5 ل 3 دولار شهريا. طبعا هذا الشيء أنا كنت أحسبه هنا بس، وانت رجعت لما هنا لا، طلع هذا الشيء متعارف عليه في كل أفريقيا. تجميع الزبالة أو أكرمكم الله القمامة له رسوم، ما هي شيء مجاني. طبعا هذه كانت أكبر صدمة أنا يعني واجهتها، لكن في البداية والنهاية إنه هذا خدمة لك، فأكيد الواحد بيستفيد، وهذا الشيء بنشجعه. وأكيد نستنى من الدولة إنه حيكون في مشاريع إنه يكون هذا الشيء مجاني من غير ما يكون برسوم. هذه كانت أهم الأشياء اللي أنا اكتشفت إنها كانت برسوم أول ما جيت، وما كنت حسبها مجانية. شاركوني أنتم في التعليقات إيش أكثر شيء صدمكم وكنتوا تحسبوه مجاني لكن طلع بفلوس. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم، وإذا حابين تدعموا القناة في رابط للانتساب في القناة في الوصف. أتمنى لكم التوفيق، مع السلامة.